لو هنتكلم على التوفير فهي اوفر معاكي طول الشهر عن البيض والجبنة. تعال اقولك على سر التوفير. بصدر فرخة واحد بس هتعملي صاج كامل من الفراخ البانيه الشركات بطريقة سهلة وسريعة، وكمان طعمها حلو جدا، والولاد هيطلبوها منك سواء بقى في المدارس او في الاجازة، ايام بقى الرحلات والمصايف، في النوادي، في اي وقت تعمليها وتبقى عندك جاهزة في الفريزر بصدر فرخة واحد بس. تعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وشيري الوصفة بسرعة علشان خاطر الكل يستفيد. وما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام، واللايك بتاعك اللي بيدعمني. أول حاجة بقى طبعا معايا صدر فرخة تقريبا وزنه 200 جرام، هقطعه لمكعبات صغيرة عشان لما افرمه فوق الكبة يتفرم معايا بكل سهولة. هنزل بقى صدر الفرخة في قلب الكبة واضربه كويس جدا لحد ما يتطحن معايا ويتضرب بالشكل دوت كده. معايا هنا حباية كبيرة من البطاطس سلقاها وسايباها تتصفى كويس جدا. طبعا في المرحلة ديت انا مش عايزة البطاطس تشرب مية من جوه او اي سوائل، فعشان كده مخليها مستوية بنسبة 90%، وسبتها لحد ما تصفت خالص في قلب المصفى. هضرب بقى الفراخ مع البطاطس بالطريقة ديت كده، اتأكد تماما الاتنين اختلطوا ببعض. في المرحلة ديت بقى هنزل ببضاية، معلقتين كبار هرميين من النشا، وزيهم دقيق، وكمان زيهم بقسماط. التوابل بقى اللي انا مستخدماها ملح وفلفل اسود، توم باودر وبصل باودر، كاري وبابريكا، ومعلقة من توابل الفراخ، وكمان مكعب من المرقة الفورية. هضربهم مع بعض كويس جدا واتأكد ان الخليط كله اختلط في قلب بعضه. في المرحلة ديت خلاص انا خلصت الكمية كلها معايا. هحضر بقى صينية، وطبعا اي صينية متوفرة عندك حتى لو بلاستيك مفيش مشاكل خالص. احنا مجرد اللي احنا هنفردها في قلب الصينية وندخلها الفريزر، يعني ايا كان الصينيه اللي انت هتستخدميها فهي شغاله معانا. معايا ربع كوبايه من الزيت حطيتها في قلب الصينيه، وفردت بقى الفراخ بتاعتي بالطريقه دي كويس جدا. وطبعا ايديا كان فيها شويه زيت عشان اقدر ان انا اساوي السطح بتاعها بالشكل دوت كده. حطيت كيس بلاستيك وهنا هقطع بقى، والتقطيعه ديت ترجع لك انت، سواء عايزاها سميكه شويه او رفيعه شويه براحتك خالص، تقدري تعملي الحجم اللي يناسبك. طبعا لو حابه كمان اللي انت تحطي كيس بلاستيك في الارضيه علشان تبقى سهله عليكي لما تيجي تطلعيها مفيش مشاكل. بعد ما اخدتها كده شرايح بالطول هاخدها بقى شرايح كده بالعرض علشان خاطر يبقى ايه كلها قد بعضيها. هغطيها بقى بكيس بلاستيك عشان ما تعملش معايا وش كده على من الفريزر تلج، وادخلها الفريزر لمده ساعه او ساعه ونص. بعد كده هحضر معايا الكريسبي، والكريسبي ده بيتباع عند العطار، ومعايا نص كوبايه من الحليب وبيضايه. نقدر نستبدل الحليب بشوية مية، ملح وفلفل اسود، وهرب بقى البيض مع الحليب كويس جدا. ودلوقتي بعد ما جمدت معايا بالشكل دوت بتتشال بكل سهولة. بس لو انتي قلقانة شوية ممكن نحط كيس بلاستيك من تحت. صليتي بقى على الرسول؟ طب يلا صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ابعتي بقى الوصفة ديت لحبيبتك اللي على طول بتشتكي من العشاء كل يوم، وكمان من الغدا، والعيال مغلبينها ومش عارفين مش عارفة تأكلهم ايه. الأكلة دي كبار وصغيرين بيحبوها. هنزلها بقى نازلة كده في البيض والبقسماط، وبعد كده اطلعها احطها في الكريسبي. وطبعا لو حابة تكرري الموضوع دوت مرتين براحتك، انا عملتها خطوة واحدة بس. دي الكمية اللي طلعت. هبدأ بقى ان انا اقليها في زيت يكون سخن معايا، بس اهم حاجة تهدي النار عشان طبعا الفراخ من جوه نية، لازم تاخد كمية السوى المناسبة عشان من جوه تستوي معاكي. هخلص الكمية كلها وانزل كمية تانية في قلب الزيت. وطبعا الكمية اللي هتفيض معايا بحطها بقى في علب بالشكل دوت، وبين كل طبقة والتانية كيس بلاستيك. تقدري تعملي كمية كبيرة جدا وتاخديها معاكي بقى المصايف، او تخليها في الفريزر عندك، حد من الولاد جعان حابة تعملي سندوتشات وهم رايحين التمرينة، في اللانش بوكس بتاعة المدرسة، ليكي حرية الاختيار. ده شكلها بقى بعد ما حمرتها في قلب الزيت، وديت اللي هتدخل الفريزر كمية كبيرة جدا. بسم الله ما شاء الله، جربيها وهتدعيلي.